السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم في فيديونا الجديد. شكرا جزيلا لكم كلكم على تفاعلكم وعلى مشاهداتكم وتعليقاتكم وكذلك نشركم للفيديوهات، وشكرا للي قاعدين يدعمون على السوبر ثانكس اللي اسمائهم تكون موجودة في اول الفيديو وتتثبت على الفيديو اللي صار عليه الدعم، وكذلك شكرا للمنتسبين او المشتركين اللي منتسبين على اللي منضمين قصدي على هذه القناة وموجود اساميهم تحت في وصف الفيديو. شكرا لكم جزيلا يا جماعة الخير. ما بطول عليكم، بندخل على الفيديو هذا اللي غريب جدا جدا جدا. خلينا نسميه اغرب المطاردات او المطاردات الاكثر غرابه، او المهم انه حاول تجيب الاسم كذا انه له علاقه في الغرابه، لكن قبله خلينا نشرب. معلش اسف، انا عندي قاعده للفنجال فشكلها لحقته. المهم بسم الله. عندك فنجال الشاهي او كوب القهوه، تمام؟ خلينا نرجع هذه بس، تمام كذا. او اذا عندك وجبه كلها عسى هنا وعافيه. وخلينا ندخل في فيديونا هذا اليوم ونقول يلا. طيب يا جماعة الخير، زي ما قلنا لكم هذه المطاردات غريبة، ما تدري هي أصلا المطاردة ليش صارت وعلى إيه صارت وكيف نهايتها. الغرابة تكون مرة من البداية، مرة في النص، مرة من السبب، مرة في النهاية. ولكن يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين الآن الدورية منطلقة خلف سيارة نيسان جيب، بس ماني عارف اسمه بالضبط، ولكن هذا جيب نيسان. القزاز الخلفي الملاحظة إنه كان مكسور، القزاز الخلفي مكسور، وإنه هو من ولاية ثانية غير الولاية اللي هم فيها، تقريبا أظنه من جورجيا أو شيء زي كذا. فبالتالي لما نلاحظ الدورية وحب يمرر اللوحة، يبدو انه البيانات ما تظهر عندهم بالشكل السليم لانه جاي من ولاية ثانية، فيبدو انه ما في تواصل مباشر او اتصال في قاعدة البيانات الا بطلب اخر او بطريقة اخرى عشان يقدروا يجيبوا المعلومة. فالمهم هو الان قاعد يجي من جنب السيارة زي ما انتم شايفين ويبغاه يجنب، ولكن هو ما يبي يجنب. طبعا قائد السيارة حرمة حسب التقرير، طبعا شاف الملاحظات هذا العسكري والمفروض انها تتبع الاجراءات وتوقف لانه في دوريه خلفه، ولكن للاسف ما تبغى توقف وزادت في السرعه وقاعده تتجاوز بطريقه غلط، يعني بطريقه مخطئه حلوه، بطريقه خاطئه. وشو شو 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 بغت تصدم في السيارات. شوف كيف عشوائيه في القياده. طبعا للامانه هم ما يعرفوا يسوقوا، يعني هم ما ادري يعني شوف هو كان يسار بعدين بيرجع يمين بعدين هي اصلا راحت يسار. شوف يعني هي مخطئة طبعا حسب النظام عندهم في امريكا، هي مخطئة، ولكن هم غشم صراحة، هم تحسهم زي الروبوتات ماشيين كذا، يوي وراك واحد وخر عنه فك الخط وانتهينا. فهي مخطئة اكيد، ولكن شوف حتى القزاز الجانبي مكسور، فهنا استوقفها. لا اوف طبعا للاسف في مشهد ما نقدر نجيبه. ايش صار يا جماعه الخير؟ اللي صار طبعا شفتوا ذحين العفش هذا اللي طلع كله، وانا ليه غبشت؟ لانه للاسف مع هذا الحادث هي ما كانت كذلك رابطه الحزام، فطبيعي مع لما تقلبت السياره طارت هي من السياره الى خارج السياره وصارت في الطريق. العفش اللي انتم شفتوه ذحين اللي ترمى في كل مكان حسب التقرير انه هي ماخذه السياره بيت لها، يعني هذه تعتبر هوملس، يعني ما عندها بيت فعايشه في السياره. السيارة عبارة عن بيت متنقل، يعني دولاب ملابس يمشي. فيوم انه صار الحادث وانقلبت السيارة طاحت ملابس عفيش دنيا طاحت من السيارة. فليه ما وقفت؟ لانه للأسف هي انتهت في نفس الموقع، نقلوها بالاسعاف. طبعا طولوا للأسف، انا ما جبت المقطع لكن مرة طولوا عشان تيجي الاسعاف، ونفس العساكر ما سووا لها اسعافات اولية وما انقذوها. لو تلاحظوا في الفيديو اللي فات اخر شيء مو واحد نط من السياره، برضو نفس الفكره، جزئيه كبيره منه انا حذفتها، اضطريت احذفها لانه يعني ما كانت مرغوب فيها للاسف. فنفس الموضوع، تاخرت الاسعاف جدا 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 وما عرفوا يتعاملوا مع الحاله وصارت مشكله كبيره. في النهايه انهت الرجال بسبب ما تعاملوا معاه بالشكل الصحيح. والان نفس الموضوع هذا صاير مع هذه الحرمه، لما تاخروا عليها كثير، ولكن لما نقلوها انتهت واعلنوا وفاتها في المستشفى. فما اقدر انا انقل التفاصيل ذي، ولكن اكيد انه واضح لكم الصوره زي ما شفتوها قبل شويه. عموما اكتبوا لي رايكم وتعليقكم. بعض الناس يقول انه هناك في التزام قوي والاسعاف بسرعه توصل والشرطه صوت. انا من الناس اللي كنت اقول كذا، لكن مع الوقت نكتشف انه لا، ترى هذا الموضوع ممكن انه ما يصير، وكثير من الاحيان ما يصير وما يكون في دعم اصلا. لانه هذه الدوريه الان اللي استوقفت السياره على فكره من ضمن التقرير يقول انا ما كان معايا دعم، انا لوحدي لين اضطريت اني اوقفها بالطريقه هذه. فموضوع هذا يصير في اي بلد، ومو معناته انه
الوضع عندهم بيرفكت مره في كل شيء، لا اكيد في اخطاء، في ملاحظات، ولازم نوضحها لكم. حلو؟ فقولوا لي رايكم في التعليقات وخلينا نشوف الفيديو اللي بعده. يلا. طيب يا جماعه الخير، برضو زي ما شفتوا في هذا الفيديو اللي قبل كان غريب، كيف سياره بشكل هذاك واللي فجاه اكتشفنا انه منزل لها متنقل، واللي صار بعدين وانقلبت السياره زي ما شفتوا، والنهايه المؤسفه اللي صارت لها. الان مثل ما شفتوا الغرابه اللي صارت في ذاك الفيديو، برضو هنا في كميه اخرى من الغرابه اللي حتشوفوها في هذا الفيديو. حتقولوا ايش الغرابه اللي في ذا الفيديو؟ شوفوها قدامكم. شايفين السياره الحوض اللي قدامكم؟ اشتبه الدوريه هذه اللي ماشي، اشتبهت في هذه السياره، وقالوا ايش عنده؟ قاعد يطلع من مسار لمسار بدون ما يدق غماز، مره فجاه يكبس فرامل، مره فجاه يزيد في السرعه، يعني فوق السرعه القانونيه في نفس هذا الشارع. ما اضطر ان الدوريه ايش قالوا لابد ان ايش نوقفه ونشوف ايش عنده وناخذ يعني التفاصيل ونعرف ايش عنده ايش ما عنده. الان فعلا شوفوا كيف قربوا منه الان على اساس بيمررون اللوحه وبيعرفون بياناته. شايفين؟ وشوفوا حركاته، ما ادري اذا تبين عندكم او لا، حركاته غريبه، حركاته كثيره في السياره، يمد يده يمين جنبه، يطلع يده، اظن هذه يده اللي مطلعها من القزاز من شو اسمه الشباك. لا يبدو انه لا، طبعا ما اقصد مرايه مرايه شايفها، بس كاني شفت يده مطلعها من ابو اللي يسوقون كذا، حاط يده ماسك. شوف كيف يتمايل، شفتوا يده مطلعها، شوف يقول كذا، يعني انا ماني عارف ليش يقول كذا. ايش كيف مسرع، تحس انه يدف الناس دف. شوف برضه يشتر بيده مره ثانيه. الحقني لو تابع، كان يقول الحقني، ولا كان يقول اقول لك نط من فوق احسن. فالوضع واضح من بدايته انه مو طبيعي، الوضع غريب. ايش عنده ذا؟ شوف الى الان الدوريه مستمر وراه الين ياخذ الاذن، الين ياخذ البيانات كلها عن السياره ذي وعن صاحبها، بعدين يشوف ايش يصير. شوف شغل الان السفاتي، خلاص يعني انه لازم تجنب. بس هل هذا الشخص بيجنب ذحين ولا لا؟ زي اللي قبل شويه ما ندري ايش كان موضوعها، لان انتهت المسكينه، ما ندري ايش وضعها ولا ندري ايش كان سببها. لو كانت عايشه تبرر وتقول والله السبب كذا كذا انا عشان كذا ما وقفت، لكن للاسف ما صار ذا الموضوع. فهنا هذا الشخص برضو ما ندري ليش ما يبي يوقف الحين. لكن شوف قدام ايش ممكن يصير. شوف 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 ها قدامه سياره، داعس الرجال ايه واحد من الشباب قال لي معلومه، بس دقيقه، هي كيف اشوف هذا الحين المعلومه ذي؟ كيف اشوفها؟ لانها في تويتر او في اكس اقصد. اللي المره اللي فاتت قال لي تحسبها، ارسل لي يقول لي بن عادي ليه ما استخدمت الطريقه حقتي؟ والله تبشر ذحين ندخل نتذكر المعلومه، بس اني انا نسيتها والله. نتذكر المعلومه لانه حتى في واحد في التعليقات كاتبها لي، كاتب بن عادك سوي زي كذا. ايوه يقول انك تكتب اوكي في 1609. طيب حلو، يعني المفروض انه وش بنا قلبنا حصه الرياضيات معلش بس عشان بجرب الطريقه. لو قلنا دحين 90 في 1000 وكم؟ 1609 609 يعني حلو، طلعت لي يعني يمشي ماشي بال90 يكون ماشي 144 كيلو متر في الساعه. هذا اللي واضح لي ان شاء الله اني قلت الطريقه الصح واستخدمتها صح. فشكرا لك اذا كان اني قلت الجواب صحيح. ال90 تطلع 190 ميل تطلع 144 كيلو متر. والله انت كذا اختصرت علي كثير، بس ما بقعد احسب كل شويه، بس انه الفكره حلوه برضه. فزي ما انتم شايفين الان مستمرين قاعدين يلحقوه عشان يوقف، ولكن لسه هو مستمر مثبت السرعه، هو مو ناوي يوقف. شوفوا هنا دخل بهم في طريق خدمه او كتف، طلع من الخط السريع اللي قبل شويه. شوف زرق كمان خرج من الخدمه. شوف لحقوا ذحين الدوريه، اتوقع خلاص بيوقفوا على طول، بيستوقفوا. شوف اعطاه شطفه بس كذا، شطفه بس ما قدر يوقفوا. لاحظوا هنا مداه، هنا مداه يمديه. شوف دخل يمين ما راح يسار، لو راح يسار يدفوا الدوريه على طول. زحمه، طالع على الرصيف ما حوقف في الزحمه كذا. انت صعدت الموضوع خلاص كذا، انت صرت خطر، لازم يوقفوك بسرعه. لحقوا الدوريه طبعا على طول واعطاه واحده. يقولوا شوف يقول للعمليات انا وقفته. شوف نزل العسكري، بس رجع ركب مره ثانيه في الدوريه، وهذا ريوس وطلع مشي ثاني مره. راعي الجنس ما بيوقف. شوف كيف انعدم من الجنب، الرفرف الخلفي انعدم، بس الكفر سلم. تعلقت والله، بغت تطلع كذا لانها جات على الكفر الدوريه، بغت ترتفع. شوف لحقوا ثاني مره،
هنا حيجيبك اديله واحده اديله. وقدر انه يصدمه ثاني مره حبيبي واعطاه واحده وجه. شوف يقول له انا هنا بروح يشر له، شايفين؟ شوف ما يقول له بوقف وهذا يقول له كذا يشر له، يشر شوف ما بيوقف. هنا تكمن الغرابة يا اخي، وقف وفكنا. شوف يقول انا رايح للمستشفى، هرجع عارفينه من الشيبان ذولك خلينا نقول اللي من تكساس ذول البدو حقينه، حلو؟ اول ما طلع كمان على طول، شايفين؟ ويقول له انا بروح للمستشفى ويشر هناك. شوف يهز راسه، هو يهرج مع حد. العسكري فهم، يدك ارفع يدك، وقف لا تروح، مدري شو، جاله من الجنب. شوف مع التيزر طبعا. يقول اظن انه معاه امه، ويقول ابى الحق اروح للمستشفى، ويبكي ويصرخ. شوف هنا يا جماعه الخير، هنا تكمن المشكله. طبعا هذه غريبه المطارده، ولما نوقفه طب انت رايح مستشفى اشر له ان انا بروح المستشفى، او هدي عارف، وقول له ترى انا رايح المستشفى، يعني تكلم مع العسكري يعني. وبعدين طريقه سواقتك، وبعدين هو طبعا من ضمن التقرير يقول شفناه مو رابط حزام. طبعا هذه عندهم محرمات، عندهم مشكله، يشوفونك ما انت رابط حزام، ولا قاعد تدخل مسار لمسار تنتقل بطريقه مفاجئه، او ما تحط غماز. هذه عندهم محظورات ويسوون عليها مشكله كبيره. وهنا برضو تقع مشكله ثانيه، اللي هم ما عندهم روح القانون. يعني اوكي انا عسكري واطبق النظام وهذا هارب، بس لما تكتشف شيء ثاني عكسي يقول لك امي معايا، مو تقعد تناقشه. لكن للاسف شوفوا مصر يقول له انزل، يعني انا عندي قانون انك لازم تنزل وكلبشك، بعدين نتفاهم على موضوع امك نشوف وضعها. انا اعتقد لو انه في دوله عربيه ثانيه ولا عندنا في السعوديه 100% حيقول امك تعبانه، العذر منك، انا اسف، وحيساعده ويشيل امه معاه ويوديها المستشفى. سيارتك متعطله، انا متاكد ان راعي الدوريه حيركبها سيارته الدوريه ويروح فيها في حال انه ما في اسعاف قريب. لكن بالشكل هذا انا احسه غلط مره، لانه هو شايفها قدامه العسكري الان مسدوحه، يعني حسب التقرير موجوده ومسدوحه في السياره قدامه في المقعده هذه، ومو عارف ايش فيها. قاعد يشرح له ايش المشكله. ولازم دقيقه، لازم هم كمان يعرفوا يتعاملوا زي احنا عندنا لما نشوف شايب جاي من الديره ولا شيء في وسط مدينه مثلا وسط الرياض ولا وسط جده، طريقة تفكير تكون مختلفة، طريقة تعاملنا معاه لازم تكون مختلفة، لأنه هو متعود مثلا يسوق في البراح هناك في الديرة، أو هو وضعه لتطبيق النظام مو إهمال، ولكن هو ماشي على نيته. فهم المفروض ما يتعاملون مع ذا الشخص زي بقية الناس. هذا واضح إنه عارف ساكن في ذاك البيت الريفي البعيد، ما له علاقة في المدينة والناس، فاضطر إنه يروح مستشفى. يعني أنا هذا السيناريو اللي في راسي. تفاجأ بالشرطة، لكن اصروا عليه انه لازم يطلع. والان جاء الدعم، انا سامع الحين الدعم وصل، شوفوا جاء. شوف يشرح للثاني انه امه معاه، شوف فك الباب. صوته مو واضح. شوف جات سيارة من هناك دعم شرطة كمان، وهليكوبتر. الموضوع دخل فيه هليكوبتر، سامع صوته. يقول انت يعني مخلي الوضع خطير، يقول فيك تقريبا 2 من الاشخاص كانوا في خطر بسببك، يعني انه انت اوكي كنت رايح للمستشفى بس مو بالطريقه ذي، كنت هتعرض الناس للخطر. عموما انا ما بكمل المشهد، ولكن اصروا عليه انه يطلع، وبعدين نزلوه بالقوه الجبريه، ونزلوه بالقوه الاشخاص، واستخدموا معاه التيزر كمان ونزلوه. ويقولوا حسب التقرير انهم راحوا وتاكدوا من الام وانها امورها تمام وما فيها الا العافيه، ولقيوا معاه في السياره مقربع، يقولون لقيوا معاه علب مفتوحه في السياره وشموا ريحتها، فيقولوا ممكن يكون هو سوى هذا الفيلم كله اكشن. هذا كلامهم والله اعلم. ولكن انت ايش رايك؟ هل تشوف انه واقعيه هذا الموضوع، ولا انت شايف وضعه لما كان يبكي ويصرخ وكذا انه هو صادق، ولا هذه كلها تمثيليه؟ ولا لو انت كنت لا سمح الله انت رجل امن وصار لك ذا الموقف وشفت كذا، هل تتصرف وتروح تنقله للمستشفى وبعدين نكتشف من الصادق ومن الكذاب؟ واذا انه كذاب بيروح للسجن، واذا انه صادق نتعامل معاه بطريقه اخرى، او مثلا ننبهه. ما ادري في تفاصيل كثيره، لكن قولوا لي رايكم في التعليقات، خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. يلا.
طيب يا جماعه الخير، زي ما انتم شايفين في هذا الفيديو مسرعين جدا، قاعد يطرد هذا الشخص. الان شفنا الغرابه اللي في الفيديو الاول والفيديو الثاني، وفيها قصص وفيها تفاصيل. طيب هذا الموضوع وش فيه؟ هذا الشخص يا جماعه الخير لاحظ الدوريه انه هو مسرع بزياده، تمام؟ وحاول يبلغ العمليات انه شوف قدامي سياره مسرعه ولا ومتهور. لما جاء شغل السفاتي وراه يبي يلحقه، زي ما انتم شايفين تجاوز من الخط الاصفر وطاير ولا عنده نيه يوقف. لكن استمرت المطارده. وهو في حاجه غريبه صراحه صارت، حتشوفوها قدام دحين، حاجه غريبه جدا جدا جدا. شوف اعتقد ما حد سبقوا عليها. شوف قاعد يمرر الحين بيانات السياره. لاحظوا هنا قرب منه على اساس يتاكد انه شاف، زي ما قلت لكم قبل، سواء يجي له من اليسار او يجي له من اليمين، يقرب منه مره من ناحيه المرايه علشان يتاكد انك انت كسائق سياره انتبهت انه في دوريه وراك. لانه ممكن احيانا تكون الدوريه بعيده شويه عنك ومشغل السفاتي، ما تدري هو يبغاك انت ولا يبغى غيرك، هو ناويك انت ولا لا، يبغاك توقف ولا لا. فبالتالي لك عذر نوعا ما، يمكن مع انك ما انت معذور، ولكن يقرب منك على اساس تتاكد انه يبغاك انت، ناصيك انت نصوه ما هو غيرك. فلاحظ الحين بغى يجيب العيد صراحه في السياره ذي الصغيره، ورجع على الدوريه. يعني انا ما عارف ليش يرجع على الدوريه. ها ايش عنده ذا؟ وهل حيستوقف الدوريه الان؟ يبدا. لاحظوا هنا دخل فيه لداخل حي، خرج من خط السريع دخل عاكس. شوف غلط كذا اللي قاعد تسويه غلط. شايفين كيف؟ لسه الغرابه ما شفتوها لسه. حتنصدموا زي ما انا انصدمت. يعني انت حتقولوا ايش الهرجه ابن عاتق؟ ليه كذا الناس تفكر؟ في ناس ترى غريبه، في ناس تتصرف تصرفات غريبه. اي احد يجيك يقول لك في كذا شغله ولا يحكي لك قصه وتحس انها يمكن عادي كذب عليك. لا ترى ممكن تصير اي حاجه تصير، طول ما ان الموضوع مع البشريه. القصه صارت مع انسان، اعرف انه في غرابه في الموضوع. انه البشر توقع منهم اي شيء، لا تقيس الامور على نفسك ولا على محيطك. لا ترى العالم مليان بشريه، والناس افكارهم غريبه ودياناتهم مختلفه، ويعني تحليلهم للامور والمنطق عندهم غريب. شوف الان داق الفليشر ذا من اول حلو. ها من هنا تبدا المشكله. اسمع بالله. شوف تخيلوا يا عيال، تعرفون ايش الموضوع؟ شوف يا جماعة الخير، عشان قبل ما نكمل والله غريب الموضوع. هذا مطرود من الشرطة وهو ماشي والدورية وراه، رافع يا حبيبي واتصل على 911 وقال لهم يا حبيبي أنا عندي حالة طارئة متجه لها وفي دورية ماشية ورايا تطردني، أنا ما راح أوقف. كذا قال لهم بالنص، قال أنا ما حوقف، أنا بكمل للبيت لأنه أنا عندي حالة طارئة. طبعا هو يدعي إنه بنته مريضة، أو ما قال مريضة، قال في حالة حرجة وأنا رايح لها. تخيلوا أثناء ما هو يكلم العمليات إيش صار. شوفوا بالله، هو يكلم العمليات الحين إنه أنا ما حوقف مدري، فورا سووا له استيقاف. اسمع شوف يقول له لازم توقف. شوف يقول له انه عن بنتك لازم توقف، يقول له اديله يا معلم. وانقلبت السيارة. انت رايح الحالة الطارئة، البنتك قال لك بتنقذها، انت رحت فيها. طبعا طلع معاهم على الخط، هذه الدورية طلع معاهم على الخط، قال لا يا ابوي هذا كذا كذا، وانا اطرده من وقت كذا كذا، ووضعه كذا كذا، ولازم استوقفه. هو كذا قال لهم. تخيلوا يعني، انتم متخيلين الجدل اللي صار كذا مع العمليات؟ يعني تتصل عمليات، ماني موقف، انا عندي حالة طارئة، انا عندي مدري ايش. طبعا زي ما انتم شايفين نزل وزاد كمان، اعطاه واحد بالتيزر على اساس يسلم نفسه، وقدر انه يلقي القبض عليه. طبعا هو سلم من الحادث مع الاضرار اللي صارت له والسيارة اللي انعدمت، ولكن يقولوا انه بعدين انتقلت دورية للموقع حق المنزل بعد ما مسكوه عشان يتأكدون من الوضع. فهم راحوا هناك ويقولون لقيوا بنته السليمة، ما فيها شيء، ما فيها ولا حاجة. فهل هو ساقها كذا كذب ذي الكذبة لسبب ما، ولا ادري ليه سوى كذا. وفي ناس يقولوا حتى لو بنتك مريضة دق عليك ليش؟ يعني لو بنتك في حالة حرجة الحق ما تلحق، ما يحتاج تسوي فيها السوبرمان لا، اقل شيء لما يكلموك اتصل على 911 علمهم وين البيت
وهم حينتقلوا للبيت، انت روح استقبلهم في المستشفى مثلا يعني. لكن تسوي زي كذا هذا غلط. انت شو تشوفوا؟ هل هو فعلا نصاب وهذا اللي قالوه حسب التقرير، او انه تصرفه من الاساس؟ لو لنفترض انه بنته تعبانه، يعني ليش يروح هو؟ ليه ما يدق على 911 900 او بنته بنفسها تتصل على 911 زي ما اتصلت على ابوها، بدل ما تتصل عليه تتصل على الاسعاف تجيها؟ يعني ما ادري، في تفاصيل اكتبوا لي رايكم فيها في شو اسمه في التعليقات، وخلونا نشوف ونتناقش ونسمع ارائكم. لكن حطوا لي الاعجاب ما اتوقع انه صعب يعني. هنا اعجاب، هنا الاعجاب، اقصد هنا حط الاعجاب وساعدني في دعم القناه زي ما قلت لكم قبل، واكون لك من الشاكرين. والله لو كل واحد شاف الفيديو حط اللايك، وكل واحد شاف الفيديو نشره اقل شيء لواحد من اخوانه وواحد من اصدقائه وواحد من العيله، قسم بالله ولا شيء 90,000 نجيبها ولا شيء، ولا ال100 يعني اكون طماع شويه. عموما يا جماعه الخير، وصلنا معكم نهايه فيديو هنا هذا اليوم. لا تنسوني من الدعم، وتعالوا تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي الموجوده هنا واللي رابطها تحت في الديسكربشن، وتعالوا لي على مو هنا السناب شات وعلى اكس. وفي نفس الوقت وش رايكم في الفيديو اليوم؟ ان شاء الله انه عجبكم، في له تفاصيل اكثر، في له تعمق في القضايا، اتمنى انه عجبكم. وفي النهايه حاب اقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم بن عاتق، السلام عليكم.